ورجعنا لكم تاني في جزء جديد من تخطيط معرض إيدكس 2025. ودلوقتي رجعنا وخرجنا بره علشان نصور نماذج الأسلحة اللي موجودة بره، أو هي مش نماذج، يعني هي قطع حقيقية من الأسلحة. وأول حاجة قدامنا هي المدفع المصري الصنع K9A1، وده مدفع كوري في الأصل. حصلت مصر على رخصة تصنيعه بموجب اتفاقية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ومدفع هاوستر من عيار 155 ملم. اتفرج معانا على المدفع، وبيحمل ذخيرة مداها بيصل إلى 60 كيلو متر، من 18 كيلو متر إلى 60 كيلو متر حسب نوع الذخيرة. وحصلت مصر على رخصة تصنيع ما يزيد عن 200 مدفع، بالظبط 216 مدفع. وهنا المركبة K10، وهي مركبة الإمداد بالذخيرة وإعادة التلقيم أو إعادة التسخير. حصلت مصر برضو على رخصة تصنيعها. وهنا مركبة التوجيه وإدارة النيران K11، والتي حصلت مصر على رخصة تصنيع 11 مركبة منها. وبالمناسبة تم تعديل K11 بحيث ان المدافع تقدر تستخدم في اصابة اهداف بحرية. اتفرج على المدفع K9A1. وحسب تصريحات الباشمهندس محمد صلاح الدين وزير الانتاج الحربي، اول كتيبة مدفعية K9A1 مصرية الصنع ستدخل الخدمة اوائل 2026. مدفع يا جماعة الصراحة مبهر جدا من هنا. ومن المفترض ان نسبة التصنيع المحلي تصل بالتدريج الى 67%. ومصر الاجزاء اللي هتصنعها هتبقى المدفع نفسه، ومنظومة ادارة النيران والمعارك، والمجنزرة وبدن المدفع والذخائر، ومنظومات التوجيه، منظومات التصوير والمراقبة. كل ده هيتم تصنيعه في مصر، وسوف تصل زي ما قلنا نسبة التصنيع إلى 67%. نشوف حاجة تانية. هنا شركة إيجل، واللي بتقدم سوليوشنز مختلفة على مدرعات كتير. هنا مدرعة محملة بيه، هي مش مصنعة المدرعة نفسها، هي مصممة السوليوشن اللي فوق اللي هو الطائرة بدون طيار. هنا عربة مدرعة محملة ب على ما أظن قاذفة قنابل أو راجمة صواريخ من عيار على ما أظن 105 أو 105 ملم على ما أعتقد. شركة إيجل بتقدم حلول تقنية زي دي. هنا مركبة نقل محمل عليها 3 طائرات بدون طيار، بس للأسف هي كلها نماذج غير حقيقية. هنا لانش بحري. نكمل. هنا المدرعة بافلو 10. المدرعة دي
تم تصديرها لبوركينا فاسو، وهي نسخة معدلة من مدرعات التمساح. هنا برضو نسخة أخرى معدلة من التمساح 2 من شركة إيجل. هي نسخة معدلة من مدرعة تمساح 2 بإضافة بعض الدروع القفصية وبعض الأبراج وبعض السوليوشنز التقنية اللي بتقدمها شركة إيجل. نكمل. وهنا بقى منظومة الصواريخ ايرس تي SLM القاذف الصواريخ الخاص بيها، لأول مرة يعرض في المعرض. القاذف الحقيقي مش مجرد نموذج. طبعا مصر متعاقدة على 7 منظومات ايرس تي SLM، المفروض ان تم تسليم عدد كبير منهم، بالاضافه ان مصر ايضا متعاقده على 10 منظومات من الطراز الاحدث SLX، بس مش هيكون جاهز للانتاج غير عام 2028 لانه لسه تحت التطوير، و7 منظومات من النسخه قصيره المدى SLS. نتفرج مع بعض على منشور الصواريخ. ودي منظومة الإعاقة والشوشرة على الطائرات بدون طيار الألمانية، برضو بتبقى في معظم الأحيان أو هي جاية ضمن صفقة الآيرس تي SLM. كمل قدام، نطلع قدام ايه تاني. طبعا في عروض زي دي طول اليوم في المعرض، عروض باللبس الفرعوني، وفي عروض للموسيقى العسكرية. نكمل ومكملين معاكم في منطقة معرض إيدكس 2025 شركة أمستون، وهي شركة بالتعاون مع MUT اللي ظهرت في 2018 وقدمت المدرعات ST500 و ST100. للأسف ما حققتش نجاح كبير. دي عندنا ST500 وهي عربية مضادة للألغام لنقل الأفراد، مدرعة من الداخل. احنا المرة دي ما صورناش أي مدرعة من الداخل، كل مرة بنصور مدرعات كتير من الداخل. مزودة بقاذف صواريخ غير موجهة أو صواريخ كرونت. سوليوشن ممكن يتم إضافة عدة أنواع من الصواريخ، دي المدرعة من الداخل، أو ممكن إضافة برج قتالي تحكم عن بعد، أو برج عادي جدا من يكون جندي بيتحكم فيه. ودي عندنا ST100 ودي الأكبر والأكثر تدريجا. دي مجهزة كناقل الجند، على ما أظن دي مجهزة أيضا كناقلة إسعاف، برضو ST100 بس مجهزة للإسعاف، مزودة ببرج قتالي إيجل 2 للحماية. ودي برضو ST100 مجهزة ككاسحة ألغام. نكمل. هي MUT قدمت المدرعتين دول، وبتقدم عدة حلول، كان منهم نسخ عربيات إسعاف، نسخ قاذفات هاون، نسخ للشرطة، وعدة نسخ وسوليوشنز ممكن تتعمل. دي ST500 ده برج إيجل 1 ST500 برضو غالبا مخصصة للشرطة. نكمل المعرض.
ومكملين معاكم. ده لانش سريع ريب طراز رافال 1200 واللي مصر حصلت على رخصة تصنيعه من فرنسا. خلينا مكملين. ده قاذف BM 21 بيطلق صواريخ صقر. وعندنا هنا قاذف صاروخ كونكورس الروسي او سوفيتي محمل على عربية لاند كروزر، وبيستخدم بكثرة في الصعقة والمظلات. دي عربة تمساح 3 مزودة ببرج آلي من طراز ايجل 2. عندنا قاذف صواريخ حرة من عيار 107 ملم. وعندنا دي المجنزرة اللي محمل عليها راجمة الصواريخ رعد 200 وردع 300، لكن معدلة لتصبح حاملة ذخائر. حملة ذخائر لإعادة تسخير ردع 200 ردع 300 ورعد 200. ده قاذف الصواريخ 107 ملم برضو بيتم استخدامه بكثرة في الصعقة والمظلات. كده نبقى خلصنا الجزء الخارجي من المنتجات المصرية او المنتجات المعروضة برا. ده برضو لانش سريع ريب من طراز ريب 850 وده امريكي. مصر برضو حصلت على نسخة تصنيعه. بس وكده يبقى خلصنا الجزء الخارجي من المعرض. دلوقتي هنخش جوه عشان نشوف منتجات الشركات الخاصة المصرية. فيلا بينا. لسه معاكم في تغطية معرض إيدكس 2025. لقينا الجزء ده لبعض نماذج المدرعات المصرية والمركبات، بس المرة دي داخل القاعة. عندنا مدرعة تمساح 2 شفناها كتير قبل كده النسخة السابقة. دخلنا جواها وعملنا كل حاجة. عندنا دي على ما أظن تمساح 5. لا دي أيوة تمساح 5 بالظبط. دي تمساح أتوبيس برضه شفناها كتير قبل كده. دي تقريبا تالت مرة نشوف العلبر لاند كروزر محمل عليها قاذف الصواريخ الرباعي من عيار 122 ملم. دي بعض مدرعات فض الشغب خاصة بالشرطة. على ما أظن دي مدرعات نقل الأموال. دي عربية لاند كروزر محمل عليها منظومة إعاقة ضد طيارات دون طيار. دي المنظومة حارس 2 برضو منظومة إعاقة ضد طيارات بدون طيار. ودي حارس 4. ده نموذج لبالون وهمي لخداع العدو. ودي عربة تابعة لسلاح الحرب الكيميائية. ونكمل المعرض بالشركات الخاصة التابعة
لجمهورية مصر العربية، وضبط الأسلحة اللي فيها، ودي شركة أمستون. الصراحة ما فيش معلومات كتير على شركة أمستون، بس كل اللي معروف إنها أدمجت مع شركة ام يو تي اللي كانت مقدمة المدرعة ST100 و ST500. حاليا هي بتتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وعدة شركات أخرى في إنتاج الكثير من المنتجات. عندنا هنا درون فولتكس، خلينا نبقى نعرضه في شركة تورنكس. شركة تورنكس اللي ظهرت فجأة وقدمت عدة درونات انتحارية، شركة جديدة وهي أول مرة تظهر في المعرض. واللي عرفته إن شركة أمستون بتصنع هذه المسيرة بالتعاون مع تورنكس. عندنا هاون من عيار 120 ملم شفناه في جناح وزارة الدفاع أو جناح وزارة الإنتاج الحربي. قاذف 122 ملم، ذخائر من عيار 155 ملم 152 ملم و130 ملم 122 ملم خاصة في مدافع الهاون. دي الطائرة جبار 150، وبرضه الشركة هنا بتصنعها بالتعاون مع شركة تورنكس. هنا المدفع ZU 23 المضاد للطائرات. أتمنى يتم التعديل على المدفع ده، نستفيد من أو نحاول نستنسخ التعديلات التركية اللي طورت المدفع ده. وعندنا هنا مدرعة ST500 ده سوليوشن على ما أظن، ده قاذف صواريخ من عيار 107 ملم. هذا على ما أظن منظومة حارس 4، منظومة التشويش على الطائرات بدون طيار، حارس 4 أو حارس 3 مش مكتوب الصراحة. ودي عدد من الأسلحة الخفيفة، مسدسات ورشاشات. يعني كلها منتجات بيتم تصنيعها يا إما من شركة أمستون على طول، يا إما من شركة أمستون بالتعاون مع شركات تانية. دي القنبلة GK100، أو يعني نقدر نقول إن ده الكيت اللي بيتركب على أي قنابل حرة، بيقدر يوصل مدى 100 كيلو متر، يحولها لقنابل ذكية بتصل مداها ل 100 كيلو متر. واللي هناك الزحمة اللي هناك ده رئيس الأركان عادي. تعالوا كده نحاول نصور. ونكمل معاكم الشركات المصرية وشركة تورنكس، واللي شفنا بعض منتجاتها عند شركة أمستون. شركة تورنكس ظهرت قبل المعرض، الموقع الرسمي بتاعها ظهر قبل المعرض بيومين، تم الإعلان عنها بشكل رسمي في المعرض، وقدمت عدة طيارات بدون طيار معظمها انتحارية، أو يعني تعتبر كلها انتحارية. يعني عندنا الطائرة دي FBF كاميكاز، طائرة انتحارية. عندنا جبار 200، ودي طائرة انتحارية تستطيع أن تحمل رأس حربي بوزن 50 كيلو جرام، ويصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلو متر، وسرعتها تصل إلى 200 كيلو متر، وزنها
للاسف شركه تورنكس ما سمحت لناش ان احنا نصور في الجناح بتاعتها. الشركه منع التصوير، بس رجعنا لشركه امستون بما ان الشركه بتصنع معظم السيارات اللي بتصنعها تورنكس بتتعامل معاها علشان نعرضها ونفرجها على حضراتكم. عندنا هنا جبار 150 وسيارة انتحارية بيصل مداها إلى 1500 كيلو متر، ووزنها الأقصى 250 كيلو جرام، تحمل شحنة متفجرة وزنها 50 كيلو جرام، وسرعتها القصوى 200 كيلو متر في الساعة باستخدام محرك بسيط جدا ومنخفض التكلفة لا يزيد عن 50 حصان. طبعا من مميزات الطائرات الانتحارية انها لازم تكون منخفضة التكلفة وبتستخدم مكونات بسيطة جدا يمكن توفرها حتى بدون داعي عسكري. يعني تكلفة الطائرة الانتحارية بيبقى في المتوسط لا يزيد عن 30,000 دولار للواحدة، لأنها بتبقى لا تحتاج لأجهزة معقدة، بتبقى محرك بسيط ما بتحتاجش للصيانة، بتبقى هي طائرة وان واي. عندنا هنا جبار 200 ذات المدى الأكبر، حيث بيصل مداها إلى أكثر من 2000 كيلو متر، تعتبر بنفس المواصفات، وزنها 250 كيلو جرام، تحمل رأس حربي بيصل إلى 50 كيلو جرام. برضو المحرك بتاعها بسيط، ممكن يكون أحدث شوية بس بسيط برضو ولا يزيد عن 50 حصان. زي ما انتم شايفين يا جماعة المكونات بتاعت الطائرة بسيطة جدا، زي ما انتم شايفين مكونات بسيطة جدا مما يجعل الطائرة الانتحارية منخفضة التكلفة جدا، ممكن انتاج منها اعداد كبيرة. طبعا ظهر اهمية الطائرات الانتحارية في الحروب الاخيرة، واهمها حروب روسيا واوكرانيا. عندنا هنا طائرة فولتكس 10 برضو من انتاج شركة تورنكس، وامستون بتنتجها بالتعاون مع شركة تورنكس. فولتكس 10 هي نسخة صغيرة الحجم، بتبقى مداها 400 كيلو متر فقط، تحمل شحنة متفجرة أقصاها 10 كيلو جرام، وسرعتها بتصل إلى 200 كيلو متر في الساعة. في طبعا النسخة الأصغر منها فولتكس 5 بس مش معروضة هنا للأسف، كانت معروضة في جناح شركة تورنكس، بس هي نفسها بس أصغر ووزن أخف ومدى أقل، بيصل إلى 200 كيلو متر، والشحنة المتفجرة أصغر بتصل إلى 5 كيلو جرام. كده نبقى خلصنا جميع الشركات والأسلحة اللي تم عرضها في معرض إيدكس 2025. أتمنى يكون التغطية للجناح المصري وللشركات المصرية ولجميع الأسلحة المصرية عجبتكم. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وإن شاء الله استنوا الجزء الثالث في جولة سريعة في محاولة لتغطية أهم الشركات الأجنبية في معرض إيدكس 2025.